انت تدري اكو شركة اسمها روك ستار جيمز النجح فعلا. كل هاي السنين كلها سوت لعبات، وهاي اللعبات فعلا نجحت. قصتنا اليوم عن لعبة قصدي شركة روك ستار جيمز، اللي هاي الشركة فرضت نفسها لكل هذه السنين بس على مود تسوي لعبات، وهذين اللعبات فعلا نجحت. في عام 1997 شركة روك ستار جيمز سوت لعبة GTA 1، ونجحت هاي اللعبة فعلا، وحتى كل الناس انعجبت بيها بسبب هاي. نزلت على البلاي ستيشن 1. وفي عام 1900 هم نفس السنة 1998 سوت لعبة إصدار GTA لندن، والقصة من عام 1963. في عام 1999 سوت لعبة GTA 2، ونجحت فعلا هاي اللعبة. وفي عام 2001 في عام 1999 نزلت لعبة ذا فراشر، واللي هي لعبة تزلج. في عام 2001 شركة روك ستار جيمز نزلت لعبة ماكس بين، وهاي اللعبة فجرت العالم كله. تخيل. وفي عام 2001 هم في شهر أكتوبر شركة روك ستار جيمز سوت لعبة GTA 3، وهاي اللعبة نجحت نجاح، والناس قضت آلاف الساعات بالتجول بعالمها، لأن كان العالم حلو جدا. ولكن في عام 2002 شركة روك ستار جيمز سوت لعبة GTA Vice City، وهاي اللعبة هاي نجحت نجاح أسطوري. وفي عام 2003 شركة روك ستار جيمز سوت لعبة مانهانت، وهاي اللعبة شركة روك ستار جيمز واجهت قضايا جدا متعددة يعني. وفي عام 2000 في عام 2005 في عام 2004 شركة روك ستار جيمز سوت لعبة فجرت كل العالم، وخصوصا هاي اللعبة كل الناس حكت عليها وحكت عنها وانشهرت. إذا ما عرفت اللعبة أكيد تعرف الشخصية اللي هو CJ من GTA سان أندرياس. اللعبة هاي صنعت طفولة هواي أشخاص، لأن هاي اللعبة فعلا صنعت طفولة أكثر من شخص. في عام 2005 سووا لعبة GTA Liberty City Stories، وهاي اللعبة يعني نجحت نجاح حلو يعني. لكن في عام 2006 سووا لعبة GTA Vice City Stories. وفي عام 2008 نزلت لعبة GTA 4 في البلاي 3. لكن في عام 2010 صارت اكو لعبة اسمها. في عام 2012 سووا لعبة مانهانت الجزء الثالث والأخير. لكن في عام 2013 روكستار جيمز سوت لعبة GTA 5، وهاي اللعبة صار عندها أونلاين ومودات وصار عندها أي شيء. في عام 2018 شركة روكستار جيمز سوت لعبة ردد. وبس هاي هي نهاية المقطع، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وباي باي.